هو قبل كل شيء مبدئيا هو عندي اشقاء، واحنا الحمد لله الوالد والوالده خلونا عائله منظمه، اما كل واحد شد مساره. انت تتصور كنت نسير لبرا عندي شقيقي فهو مسؤول على نفسه، ولكن سي البريكي عمره ما قال هكا. هذه عندهم يتداولوا فيها قداش من لا قال شقيق، قال عندنا هنا في الاستوديو هذا قال شقيق، قال شقيق رئيس حكومه سابق. اي لا في عمليه تهريب مرهان. لا اسمع، ما ترحموش بالله، ما ترحموش. كان لقيتوه عنده بالحق مهرب والله ما ترحموش، ما يجيش. انا نقول لكم ما ترحموش، يتحمل مسؤولياته. هات نعطيك ما نفبلكش بهذا، ما نفبلكش بهذا. لا هذه نقول لك الحكايه وقتاش خرجت. هذه الحكايه خرجت منذ عامين وقت اللي بدلنا مدير الديوانه، وخرجتها جريده اللي مولاها دخل الحبس من بعد. ومن بعد كل مره يجبدوها ويتداولوها في اطار الحمله. انا نقول لهم موقفي واضح، شقيقي ما نعرفوش هكا، نعرفوا رجل اعمال ناجح الحمد لله. الله غلب، من سوء حظه طلع شقيقي وليت رئيس حكومه، ومش مشكلتي رئيس حكومه كوني داخل السياسه، والسياسه هاكم تعرفوا يعني كيفاش الممارسات بالسبان، مش كان معايا وكاو.